مبدأ من مبادئ السوليد برينسيبلز وهو السكوف سبستيتيوشن. بالمناسبة السكوف ده اسم الست اللي عملت المبدأ أصلا، وبتقول فيه إن لو عندك تو كلاسز بينهرتوا من بعض فدايما تحاول تخلي البيرنت يقدر يحل محل التشايلد في أي وقت، وده عن طريق انك تخلي الفانكشنز بتاعه البيرنت وبتاعه التشايلد تقريبا بياخدوا نفس البارامترز وبيطلعوا نفس الاوت. في حاله مثلا التشايلد بتاعك ده انت قررت تستغنى عنه او خلاص ملوش لازمه في الكود بتاعك، فدايما تحاول تخلي ان البيرنت بتاعك يقدر يحل محل التشايلد. واشهر مثال بيتضرب في الموضوع ده هو السكوير والريكتانجل. تخيل لو انت عندك كلاس للريكتانجل، والكلاس ده بياخد الويدث والهايت بتاع الريكتانجل وبيقدر يحسب منه الاريا. نفس الكلام عندك كلاس للسكوير وبيورث من الريكتانجل ده، فبالتالي عنده برضو الميثود دي بتديله الطول والعرض وبيحسب لك الاريا. بس طبعا الفرق ان السكوير الطول والعرض بتاعه زي بعض، اما الريكتانجل فهم مختلفين. في حاله ان انا قررت استغنى عن السكوير وهعتمد بس على الريكتانجل، فاقدر ساعتها احسب برضو من خلال الريكتانجل الاريا بتاعت السكوير. ازاي؟ عن طريق ان انا هبصيله الهايت والويدث قد بعض بالظبط ويحسب لي الاريا بتاعه السكوير عادي جدا. يبقى انا في الحاله دي قدرت استغنى بالريكتانجل اللي هو البيرنت عن السكوير اللي هو التشايلد، ومن غير ما ياثر على اي حاجه في الكود بتاعي.